السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت غير نقول لكم ما تديوش على الصوت ديالي، راني كنت مريضه وكان مشى ليا الصوت في مره. دابا الحمد لله. من نهار اللي تلقى اكرم على سلامته كنت غادي ندير فيديو، صافي كتبت باش غادي نهضر عليه نهار الاثنين في الصباح. صباح الصوت ما عنديش في مره. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لي على الميكرو باش نبدلو لانه سا ديرونج، انا راه كنقرا التعاليق ديالكم وراني كندي بيهم، وراه كنقلب على شي ميكرو، على شي جلسه ان شاء الله اللي تكون مريحه بالنسبه لكم وبالنسبه ليا. غير قبلوا عليا وعديو معايا هاد الساعه بيد ما نلقى شي حاجه مزيانه. وحاجه اخرى بالنسبه للمتتبعين ديالي اللي كيقولوا لي راه ما بقاوش كيوصلوهم النوتيفيكاسيون ديال لي فيديو اللي كندير، غير كليكيو على البلاصه ديال الابوني باش ديزابوناو وعاودوا تابوناو وكليكيو على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ودابا نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. شهر هادي والمغاربه متبعين القضيه ديال الطفل اكرم اللي خطفاتو خديجه، وكل شيء كيدعي معاه باش يرجع بالسلامه. وانا شخصيا شهر هادي وانا متبعه هاد القضيه، فوق ما كيطيح في يديا شي جديد كندير فيديو وكنبارطاجيه معاكم. والحمد لله رجع اكرم لحضن العائله ديالو وهو بخير وعلى خير. ومن هنا كنقول الميلودة على سلامتك وعلى سلامه المغاربه كاملين اللي متبعين القضيه. وباش نبداو في التفاصيل والمستجدات في قضيه الطفل اكرم، ضروري ما غنبداو الهضره بالاخ يوسف الصحفي صاحب قناه مغرب نيوز. هو صحفي مقتدر وهو اللي كان السباق في القضيه ديال اكرم، وهو الاول اللي حرك القضيه ديالو. تفاعلوا معها الاغلبيه ديال المغاربه وراكم شفتوا الحجم ديال البارطاج ديال التصاور ديال اكرم وديال العائله ديالو وديال خديجه وديال العائله ديالها، حتى اننا ولينا كنعرفوهم مزيان والصور ديالهم ترسخات لينا مزيان في الذاكره. وهنا فين واحد المواطن هو والزوجه ديالو في مدينه مراكش شافوا اكرم وعقلوا عليه. كان اكرم جالس في واحد الزنقه في مراكش حدا جامع الفنا، وكان مع خديجه. كانت خديجه كتسعى به وكتبيع كلينكس، وكانت دايره النقاب ومغطيه وجهها باش ما تعرفش. اكرم كان هاز الماسك ديال التيغر في يدو وكان كياكل شي حاجه، واكيد ان هذاك الماسك حتى هو كانت كديروا ليه في وجهه باش حتى شي واحد ما يتعرف عليه. ولكن غير الصدفه ربي كبير، اكرم حيد الماسك باش ياكل. الزوجه ديال داك السيد شكات بان هذاك اكرم، بدات كتحقق فيه، تاكدات بان هذاك هو اكرم. قالتها راجلها صور اكرم وصيفط التصويره لخال اكرم. خال اكرم بدوره وراها ميلوده تعرفت عليه في الحال وقالت ليه هذا هو ولدي اكرم. السيد اتصل بالامن اللي جاو في البلاصه ولقاو القبض على خديجه ومعها اكرم وداوهم الكوميساريه. ميلوده وخال اكرم شدوا الطريق لمراكش باش يلتحقوا بمديريه الامن تما وباش يتسلموا اكرم. هنا الكل كان كيتسنى الصحفي يوسف، بما انه كان في الضراء عادي غادي يكون في السراء. الصراحه كنا كننتظروا ومتحمسين نشوفوه وهو كيصور الانترفيو مع ميلوده واكرم، سواء في المديريه ديال الامن او لا في الدار. وبالخصوص ان الجيران والناس ديال قنيطره كانوا كيتسناو ميلوده واكرم على احر من الجمر، وكانوا دايرين شبه عرس في الحومه، موجدين الطعارج وموجدين البنادر وفرحانين ودايرين الطباخات ومزوقين الحومه ومزوقين العماره. ولكن كانت تفاجئ وللاسف ميلوده كي وصلات هزه اكرم بين يديها، دخلات بواحد السرعه للدار، ما هضرات ما تكلمت مع حتى شي واحد، غير خال اكرم هو اللي كان كيجاوب الصحافه وباختصار وبالزربه. فريمون كانت خيبه امل غير متوقعه، حتى شي واحد ما فهم شي حاجه. ميلوده تيقولوا انها دخلت للدار خدات شي حوايج وعاودت خرجات مشات لشي دار وحده اخرى. الصحفي يوسف تيأكد بأنه منين جاتو الخبار بأن أكرم لقاوه، ومن عند من جاتو الخبار؟ من عند خال ميلودة
اللي كاينه في الديار الاوروبيه، اللي كانت كتحاول انها تزودوا بالاخبار كل ما حصلت على شي جديد. وكيأكد الاخ يوسف انه اتصل بميلوده وبخال اكرم اكثر من 60 ولا 70 مكالمه ولا من مجيب. والطامه الكبرى انهم منين جاوبوه غلطوه في المكان اللي كيتواجدوا به، خلاوه منشور حدا مديريه الامن في الجوج ديال الليل على اساس انهم راهما كاينين تما وغيخرجوا من المديريه، حتى كيتفاجئ بالفيديو منتشر في السوشيال ميديا وهما في الدار ديالهم في قنيطره وصلوا ليها هما واكرم. هنا فين خرج الصحفي صاحب قناه وكاله الانباء المغربيه كيأكد بانهم تخلاو على الملف ديال اكرم، لان اعتبروا هذا الشيء اللي وقع لهم اهانه، ومن المفروض انهم هما الاولين خاصهم يتبلغوا باي جديد. عاد خال اكرم استوعى في الاخير للامر والغلط اللي داروا وخرج بواحد الفيديو كيعتذر فيه للاخ يوسف. اما بالنسبه لذاك المواطن والزوجه ديالو اللي لقاو اكرم ما تجبدوش وما تشكروش ليومنا هذا، بحال الا ما عمرهم ما داروا شي مجهود باش يتعرفوا على اكرم، وما عمرهم ما تبعوا الخطوات ديال خديجه حتى تلقى عليها القبض. ولكن البارح تقلبات الموازين، وكنظن بالضغط من الرأي العام ومن أصحاب القنوات. ميلوده كتخرج في لقاء مع الصحفي يوسف وكتعتذر ليه على كل ما صدر منها في حقه، وكتعاود ليه تفاصيل داكشي اللي وقع في الغياب ديالو. الأخ يوسف طرح على ميلوده أسئلة الصراحة جريئة وصريحة ومحرجة، لدرجة أنه حس بالإجابة ديال ميلوده فيها اضطراب وخوف. سولها قال لها مالكي خايفة ومالكي مخلوعة؟ جاوبته ميلوده وباضطراب قالت له لا انا ما مخلوعه ما والو، وانا في الاصل ديالي كنكون بحال هكا، الا وقعت لي شي حاجه تنكون مخلوعه. السؤال الاول اللي سول الصحفي ميلوده قال لها علاش نكرتي بانك سلفتي لخديجه 3 ديال المليون؟ كون ما قالتهاش لينا الوالده ديالها عمرنا ما كنا غادي نعرفوا. جاوباتو عاوتاني وهي مضطربه قالت ليه هذاك سر بيني وبينها، انا سلفتها عطيتها 3 المليون باش قالت لك بغات تحرق الخارج. قال لها الصحفي لنفرض فرضا خديجه خرجت على الصمت ديالها واعترفت بحقائق جديده، وتكوني مخبيه علينا فيها حقائق وحده اخرى بحال اللي خبيتي علينا القضيه ديال الفلوس، اشنو غادي يكون الموقف ديالك؟ جاوباتو وهي دائما مضطربه قالت ليه هادشي اللي كاين بيني وبين خديجه غير الفلوس راني قلت لكم عليهم، ولا قالت شي حاجه اخرى راه غير كتكذب. في الحقيقه من البدايه ديال اللقاء وانا كنلاحظ بان ميلوده كانت ماشي هي هذيك، وحتى الوزن ديالها كان ناقص بزاف، يعني كان ناقص بواحد الطريقه ملحوظه. المهم دابا خليونا ندوزو نشوفوا العائله ديال خديجه، الام والاب ديالها اشنو تيقولوا. الصراحه كيبانوا ناس دراوش وكيقطعوا في القلب وكيشكوا بان بنتهم وقع لها شي حاجه في عقلها وهي ماشي طبيعيه. منين شدوها وهي ملتزمه الصمت، ما كتهضر ما كتكلم. حدها قالت الميلوده واحد الكلمه غريبه منين جات ميلوده تسلم اكرم من عند البوليس، قالت ليها عافاك ميلوده تهلاي في اكرم وما تحرمينيش منه، راه كنت غنمشي انا وياه للطاليان وما قدرتش نقولها ليك حيت خفت ما تعطيهش ليا نديه معايا. ميلوده قالت لي هذيك الساعه انا ما عمرني ما حرمتك منه، ياك اكرم تيكون معك اكثر ما تيكون معايا. والغريب في الامر ان منين لقاو اكرم وخديجه لقاوهم في واحد الحاله باين انهم كانوا متشردين وكانوا كيعيشوا غير في الزنقه، كانوا هما موسخين وحوايجهم موسخين. اكرم كان سمر بالوسخ وبالشمس وبالجوع. وكما قلنا الغريب في الامر انهم من نقلبوا الكونط ديال خديجه لقاوه فيه 26 مليون، وهذا هو المبلغ اللي كانت خدات من عند باها ومن عند امها ومن عند خوتها ومن عند صحاباتها وغبرات. علاش خديجه كان عندها هذا المبلغ كامل في الكونط ديالها وكانت كتسعى باكرم وكتبيع كلينكس؟ يمكن شي واحد كان موعدها بانه غادي يبيع ليها شي كونطرا للخارج وما بغاتش تضيعهم، كانت كتسنى وقيله غير نوبتها توصل باش يعطيها الكونطرا تخلصوا وتمشي تحرق. والدين خديجه كيترجاو من ميلوده باش تسمح لبنتهم، حتى يقولوا بان هذا الشيء اللي دارت خديجه راه ماشي طبيعي، اكيد شي واحد اللي دفعها دير بحال هكا او لا عندها شي حاجه ماشي طبيعيه في عقلها.
حيت منين جات وهي مصدومه ما كتهضر ما كتكلم. ميلوده كتقول انا راه ما عمرني نتنازل على حقي، لان خديجه هاد الشهر هذا دوزاتو عليا كحل. والحاجه اللي ما عارفينهاش ان ميلوده واخا تنازل على حقها، القانون ما غاديش يسمح لخديجه، لان هادشي اللي دارت راه ماشي جريمه وحده، راه فيه مجموعه ديال الجرائم. راه فيه الاختطاف وفيه الاتجار بالبشر، حيت استغلت اكرم وكانت كتسعى به وعرضت الحياه ديالو للخطر. كان ممكن انها توقع ليه شي حاجه في الزنقه، يقدر شي واحد يعاود يخطفو، يقدر شي واحد يتعدى عليه، شكون اللي عرف. يعني هنا خديجه خصها تدوي، خصها تخرج على الصمت ديالها، حيت هذا الصمت ما غاديش ينفعها، غير غادي يزيد يغرقها. المهم خديجه راها باقا في التحقيق، والجلسه تاجلات حتى لنهار 3 من شهر 9. والديها استطاعوا انهم يزوروها في السجن وهضروا معاها لعل وعسى ترتاح وتعاود لهم اشنو وقع وتخرج على الصمت ديالها. ولكن والو، كيقولوا بان حالتها صعيبه، ما كتهضر ما كتكلم لحد الان. واللي ما عارفينش الناس بان الاب ديال خديجه منين عرف بان الزوجه ديالو تسلفات الفلوس من امانه وعطاتهم لخديجه وبلا الخبر ديالو، تعصب عليها وغضب. ومن ديك الساعه وهما مفارقين، هزت الزوجه حوايجها ومشات لدار باها شهر هادي، حتى تلاقاو في المحكمه النهار اللي خديجه كانت غادي تقدم فيه قدام القاضي. في الحقيقه هاد القضيه فيها بزاف ديال الغموض، واكيد كلشي غادي يتوضح منين خديجه غادي تخرج على الصمت ديالها، بالخصوص انه خرج قرار باش غادي تتعرض على طبيب نفساني يساعدها تخرج من هاد الحاله هادي. وهنا ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم، ونعاود نذكركم اللي اول مره كيدخل القناه ديالي وكيعجبو المحتوى طبعا يخلي واحد اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، ويخلي لايك وكومنتير يخلي لنا فيه الراي ديالو في هذا الشيء اللي وقع مؤخرا في القضيه ديال اكرم. وخليتكم بالف خير، مع السلامه.